حلو يا جماعه، النهارده ان شاء الله هنصور اركتكت وانتيريور ديزاين فوتوغرافي. النهارده هنستخدم اف اكس 30 لاول مره، علشان دي طبعا 26 ميجا بكسلز. الكاميرا دي طبعا هي السيني لاين، بس احنا النهارده هنستخدمها في الفوتوغرافي لانها واحده من الكاميرات الممتازه جدا في الفوتوغرافي. هنستخدم النهارده كمان في احد التكنيكس اللي هنستخدمها النهارده جودكس تي ال 60، علشان احنا هنعمل 3 كايند اوف تكنيكس. النهارده هنصور اتش دي ار عن طريق الفوتو ستاكينج، هنصور لايت بينتنج، وهنصور بانوراما. تعالوا نشوف الصوره هتمشي ازاي. يلا بينا. العدسه الرئيسيه النهارده معانا اللي هنصور بيها ان شاء الله السيجما 2.8 1850، وطبعا مع السي بي ال او السيركلر بولارايزر. ده مهم جدا لان احنا بنصور حاجات فيها ريفليكشنز، ازاز، مرايات، سيرفيس لعربيات. اهم حاجه بقى في التكنيك اللي احنا بنصور بيه ده هو زي ما قلت لكم هو البراكتنج. تعالى بقى بص كده، واخدين طبعا 3 شوتس لكل كادر. يعني دي اول واحده، دي اندر اكسبوزد، وبعد كده دي الميدل، وبعدين الاوفر اكسبوزد، علشان نقدر نجيب كل التفاصيل ويتركبوا مع بعض بعد كده اتش دي ار ايمج. طبعا اهم حاجه بقى واحنا بنصور الاركتكت ان احنا دايما نحافظ على الفيرتيكال لاينز فيرتيكال. يعني بصوا الفيرتيكال لاينز دي، احنا لو جينا رفعنا الكاميرا كده شويه بتبقى مايله ازاي، ده مش حلو. لو نزلنا لتحت شويه بص الفيرتيكال لاينز بتبقى عامله ازاي. طول ما احنا محافظين على المنتصف بالظبط، كل الفيرتيكال لاينز معانا بالظبط عموديه. ممكن نعلى بالترايبود شويه لفوق، شويه بسيطه عشان بس الزاويه، ونرجع ثانيه لورا عشان نجيب. عايز اجيب الكاميرا دي معايا كامله كلها كده. طبعا اهم حاجه هي ايه يا مؤمن؟ ان احنا نراجع كل حاجه. أيوة قبل ما نمشي. لا، اهم من ده كله ايه؟ انك تنقل على هارد ديسك. يس، لازم الباك اب يا جماعه، اهم حاجه الباك اب. عايز اقول لكم ان لسه لحد دلوقتي في ناس كبيره جدا وفوتوغرافرز، هو فين؟ وفوتوغرافرز عظماء ممكن تضيع منك الفوتج بكل سهوله. دايما خلي فيه باك اب.